نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. نبدأ بأول خطوة واللي أنا بحب أسميها حط خط وامشي عليه. في البداية وقبل أي حاجة، بدل ما تقعد تحاول ترسم دايرة كذا مرة وفي الآخر برضو ما بتطلعش مظبوطة، ارسم شكل بيضاوي وهتدعي. لو بتستخدم الفوتوشوب في الرسم، تقدر تشغل الرولر تول بكنترول ار وتشد خطوط عرض وخطوط طول منها. هنا أنا بعمل خط طول يقسم لي الوش يمين وشمال، او بمعنى اصح ان هو ده اللي بيحدد لي زاوية الوش، والخطوط العرض بتحدد لي الملامح، العيون والمناخير والبق والكلام ده كله، كل حاجة هتبقى مكانها فين، لان طبعا مش كل الوشوش زي بعض. الخطوة التانية هي السكتش. ناس كتير بتفوت الخطوة دي، تخش على طول في مرحلة الرسم، وده اللي بيخلي الشكل النهائي اللي بيطلع مختلف خالص عن الريفرنس، مختلف عن الفيلم. النتيجة الوحيدة اللي المفروض تطلع بيها في الخطوة دي هي ان انت ترسم وش اهو شبه القلقاس اهو، وما فيهوش اي ملامح، بس اوعدك هيطلع منه حاجة جامدة جدا. حاجة كمان لازم تاخد بالك منها هي ان انت تاخد بالك ان في مسافة ما بين العين وما بين الودن. اغلب الناس اللي لسه بتبدأ رسم بتلزق العين في الودن، فاحسن حاجة تعملها ان انت تحددها بخطين علشان لما تيجي ترسم بعد كده تبقى عارف ان انت تعمل حساب المسافة دي. كده نبقى خلصنا السكتش. وقبل ما نخش في الخطوة الثالثة، قللت الاوباسيتي بتاعت اللاير اللي فيها السكتش عشان اقدر ارسم عليها. خلينا نسمي الخطوة دي خطوة التحابيش. انا مش برسم الريفرنس بشكل واقعي، يعني ده مش الستايل بتاعي. انا الستايل بتاعي اقرب للانمي، يعني بحول الشخصية الواقعية لانمي. كل ده بجربه في الخطوة دي، بشوف ايه اللي هيطلع شكله كويس، ايه اللي هيطلع شكله قريب او جاي من الريفرنس ده، وايه اللي هيطلع شكله لا مش لايق. لان انا بغير في الملامح حاجات، يعني مثلا العين ممكن اعملها ضيقة او ممكن اعملها واسعة، المناخير برسمها بشكل ابسط بكتير من الشكل الحقيقي. عشان كده الرسمة النهائية بتاعتي مش هتطلع 100% شبه الريفرنس بالظبط. على سبيل المثال، رسمة العين ما كانتش عجباني قوي، برغم ان انا عدلت فيها كتير واستخدمت الليكوفاي تول عشان اكبرها اكتر او اوسعها اكتر، لانها برضو ما كانش شكلها حلو. برغم ان العيون الضيقة في شخصيات الانمي بتبقى احلى شخصيات واحلى عيون، بس ما كانتش نافعة مع الريفرنس هنا. يمكن علشان هو عينيه ملونة، فالعيون الملونة بتدي احساس ان العين واسعة. وقدام شوية في الفيديو هوريكوا ازاي هنعملها، بس اللي انا عايزة اوريهولكوا دلوقتي ازاي هنرسم الشعر. بس قبل ما نبدأ، حط لايك على الفيديو ده واعملي سبسكرايب لو مش عامل، واكتب لي كومنت تحت وقولي رأيك في الفيديو. وبعد ما تخلص الفيديو ده معايا، لازم تروح تشوف فيديو ازاي ترسم الشعر في دقيقتين بس، هيعلمك ازاي ترسم شعر الانمي مظبوط كل مرة. نرجع لمرجعنا، هتعمل 7 هنا و7 هنا، وبعد كده تعمل 3 خطوط بالشكل ده كأنك بترسم شكل سداسي. هتطبق نفس الخطوات دي في الرسمة، وبعد كده تحط تفاصيل الشعر واحدة واحدة، يعني القصة، الشعر المتطاير من الجناب، ولو حسيت في حاجة مش مظبوطة ظبطها بالليكوفاي تول. ما تنساش اهم خطوة، وهي انك تقلب الكانفاس. الحركة دي بتخليك تقدر تشوف الغلطات اللي في الرسمة بتاعتك. نيجي بقى للخطوة الرابعة، وهي اللاين ارت او التحبير، اللي هيكون فيها الشكل النهائي للرسمة. بدأت بان انا قللت درجة الاوباسيتي وعملت لاير جديدة اللي هيكون فيها الرسمة النهائية. اول حاجة ببدأ ارسمها هو خط الدقن، علشان هو ده اللي بيحدد لي شكل الوش. بعد كده بحط التفاصيل الباقية زي الحواجب، العين، المناخير، وهكذا. الحواجب مهمة جدا، وناس كتير ما بتهتمش انها ترسمها بشكل حلو، وبيركزوا دايما على رسم العيون. لكن عشان العيون تطلع شكلها حلو، لازم الحواجب يبقى شكلها حلو وتبقى مظبوطة. نيجي بقى للعيون اللي انا قلت ان انا هسيبها للاخر. انا هرسمها على نفس مكان العيون اللي انا كنت رسمها في الاول، لان هي مكانها صح، بس هرسمها اوسع شوية عشان ده هيخلي شكل العين ناعم وهادي شوية. لان زي ما قلت في اول الفيديو ان عيون الريفرنس بتاعي ملونة، والعيون الملونة بتخلي في احساس ان العين واسعة، على عكس العيون السوداء او البني. بتبقى احسن ان انت لما ترسمها في عيون ضيقة. الابتسامة بقى رسمتها بنقطتين على الجنبين، وبعد كده عملت خط يوصل بينهم يكون مايل شوية عشان يدي الإحساس بتاع إن الابتسامة جانبية شوية.
رجعت اللاير بتاعت الخطوط تاني عشان اتأكد ان كل حاجة في مكانها الصح وفعلا طلعت مظبوطة. وبدأت استخدم تولز بقى زي اللازو تول علشان اكبر حجم العين واصغرها، استخدم الليكوفاي علشان اظبط الزوايا بتاعت الوش لو في حاجة مش مظبوطة، وكمان بدأت ارسم النني بتاع العين والنقطة اللي جوه. عملت برضو تعديلات على الدقن وعدت رسم الشعر تاني بنفس الطريقة اللي انا شرحتها في الاول، وبكده اكون خلصت الرسمة. شفتوا بقى ان القلقاسة اللي كانت في الاول طلع منها حاجة حلوة ازاي؟ اخر خطوة دي بقى خطوة اختيارية، بس انا بحب اعملها لانها بتنطق الرسمة، خصوصا لو انا مش ناوية الونها. بغير لون الباك جراوند للون الرمادي الفاتح، وبجيب درجة الرمادي الغامق بظلل بيه. السؤال بقى بظلل ايه؟ في حاجات بظللها على حسب الريفرنس، وحاجات بظللها ملهاش دعوة بالريفرنس. الحاجات اللي ملهاش دعوة هي العيون، الحواجب، الشفايف، الشعر، اللبس. نيجي بقى لجزء التظليل تبع الريفرنس. لو بصينا على الريفرنس هنلاقي ان الضوء جاي من الشمال، وعشان كده في ظل واضح في النص اليمين من الوش. عملت نفس التظليل ده في الرسمة، وبرضو حطيت ظل للدقن على الرقبة لانه برضو كان باين في الريفرنس بتاعي. للأسف أنا نسيت أصور جزء تظليل الشفايف، بس لو عايزين أعمل لكم فيديو منفصل ليه اكتبولي في الكومنتس، وهعمل فيديو عن ازاي ترسم الشفايف وازاي تلونها وتظللها. وكده يكون الفيديو خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، واكتبولي في الكومنتس انتوا عايزيني اعمل فيديوهات عن ايه، وخصوصا للناس المبتدئة في رسم الديجيتال. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.